السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله. الله ينفعنا بما نقول يا رب يا كريم. هذه القصة يا اخوان يعني ما ادري ايش اقول عنها. قصة فيها نوع من الغرابة، فيها نوع من سبحان الله. ارجوكم تتفكرون تتدبرون معي فيها. البنت او المرأة اذا تزوجها رجل ودخلت بيت الحمولة، يا هي بتكون نار وتولع البيت نار، ولا بتكون خير وبتقلبه خير. فسبحان الله ما أدري ليه البنت ما تفهم أنها إذا دخلت هالبيت هذا أنها ما تسويه في هالحمولة بيسوى فيها خير ولا شر، لأنها هي بكرة بتصير راعية البيت وبيصير عندها أبناء وبيصير عندها أولاد، والدين بيرد إن كان خير وإن كان شر. فأرجو التنبه الموضوع هذا. يجب أنك يعني مهما كنتي لا تقولي أنا عمري 19 20 ما أفهم، لا، ادرسي. انت بتدخلين مشروع زواج، اعرفي انك بتدخلين لهالبيت هذا عند حمولة. حتى لو انك ساكنة في شقة مع زوجك برا، كيف تحاولين قدر المستطاع انك تقلبين البيت هذا انه يكون حب، كيف انك تقلبينه انه يكون فيه خير. مو بتدخلين بس كذا. حتى لو انك اصلك طيب، لا، لازم يكون لك اثر، لازم يكون لك انجاز. اكتبي لك ورقة وقلم واكتبي انجازاتك في بيت الحمولة وفي بيت زوجك كل يوم، شوفي ايش يصير. قسما بالله بتتغير حياتك، انت بتصيرين سعيدة، أنت بتستشعرين الحب اللي تقدمينه لنفسك. مو بتدخلين بيت حتى لو في بعض المشاكل تروحين تزيدين مشاكل. لا، حاولي أن تكونين حضورك يكون مؤثر. عندك إذا رحتي البيت زوجك ولا شقة كتبتي فيه 3 4 إنجازات، وش سويتي في البيت وش أحدثتي في البيت. ما بيطول عليكم. قصة فاطمة هذه مرأة تزوجها رجل ودخلت البيت هذا بيت حمولتها اللي هي تقول فاطمة على لسانها، أنا بتكلم القصة، تقول إني دخلت البيت هذا، أنا طبعا جاية من أسرة فيها يعني تدين وفيها خير، والبيت اللي أنا جيته لا يعني فيه خير، لكن عندهم ضعف في حضورهم في الصلاة. يعني تفوتهم ركعة ركعتين ثلاث، أحيانا تفوتهم الصلاة كاملة صلاة الفجر. يعني أنا دخلت البيت هذا، الأبو وثلاث بنات وولدين، واحد من العيال مسافر وواحد من العيال موجود عمره 18 17 سنة، وأنا لابسه جلالي وفي البيت معهم. لكني استغربت العيشة في هالبيت هذا، استغربت عدم حرصهم على الصلاة، استغربت بعض الأمور اللي سبحان الله يعني ما هو بالمفروض تحدث في البيوت الإسلامية. لكني أرى أن الأمر هذا يعني يحتاج إلى بعض الأمور وتتعدل. لكن البيت طيب، البيت أصله طيب. تقول فاطمة أني دخلت البيت وتزوجت هالرجل هذا وجيت عنده، كان لي جناح ومطبخ فوق يعني زي الشقة لكن لها باب على نفس البيت. يقول تقول يوم جيت البيت ولا البيت يعني ما فيه شيء، لكني أول ما بغيت كسبت أم زوجي. فصرت يعني إذا جاء زوجي يقول بروح وياك مثلا السوق، أروح لأم زوجي وأحب راسه وخشمها، أقول خالتي بتروحين معنا؟ قالت وين رايحين؟ أقول ترى بنروح للسوق أنا وزوجي مثلا. تقول لها الله يحفظكم يا ولد بنتي، الله يحفظكم. تقول وإذا رحت مثلا حتى المطعم، يعني يقول زوجي الليلة بنتعشى المطعم، أروح أحب راسه وخشمه. قلت يا خالتي أنا بروح هو اسمها أحمد، تقول أنا بروح أنا أحمد المطعم، بتروحين معنا؟ قالت لا لا يا بنتي الله يحفظكم إن شاء الله. أنا عارف أنها هي برايحة معنا، ولكن من باب إيش؟ من باب الولاء، من باب المحبة. صرت اني ادخل المطبخ معها، واذا شفتها مثلا هي طبعا تقول لي لاحظت انها ما تحب احد يلمس الطبخ عنها، تبي هي تطبخ وهي اللي تسوي كل شيء. لكني انا ما يخلو الامر اني ادخل واسولف انا وياها، ما اقول لها شيء ولا ناظرها وش تسوي، لا اصد عنها، ولا اقول يا خالتي ما شاء الله تبارك الله مطبخك ما شاء الله مرتب، مواعينك مرتبه، يعني حتى اكلك يعني اكل نظيف، يعني ما شاء الله تبارك الله طعم في طعم. تقول اثني على الاشياء اللي انا اشوفها فيها. ثم نجي يقول يا خالتي ايش رايك تبيني اغسل هالماعون؟ والقاه في المجلة تقول اغسل الماعون. السلطه تقول اقطع لها السلطه، تقول ارتب معها ترتيبات خفيفه. يقول الين اني بديت اكسب ثقتها واكسب محبتها، وصارت تتوكل لي بعض الامور مثلا تقطيع اللحم، مثل حمس، مثل هذا. تقول والله اني حريصه جدا على اني اتعلم، وفي نفس الوقت اني اكسب ودها، لاني عارفه اني اذا كسبت ودها المراه اني انا يعني بعيش في حياه سعيده. تقول والمرأة طيبة ما فيها كلام، أم أحمد طيبة. تقول إني بديت يعني أكسب ثقتها وأكسب محبتها، وبالتالي الأم هذه انثرت المحبة والثقة هذه بين بناتها وبين عيالها. قالت الحمد والشكر لله اللي رزقنا هالبنية الأحمد، والله إن بناتي 3 وإنها هي أولهم، يعني صاروا بناتها 4 وهي الأولى من المحبة.
ما غير عندي في المطبخ، ما غير تشاورني، ما غير تسألني، ما غير ما شاء الله تبارك الله تثني علي. تقول وانا والله صادقة في الكلام هذا، وهذا الواجب على كل حرمة تدخل بيت الحمولة. تقول بديت يعني حتى يعني ما في غضض اني اقول الكلام هذا. تقول اني قمت يعني صلاة الضحى اروح اصليها في مجلس الرجال، عشان خالي اللي هو ابو احمد اذا مر وشافني يقول هذه انت ما صليت الفجر يا فلانة؟ قلت لا والله يا خالي هذه صلاة الضحى. تقول وبديت ابين له فضل صلاة الضحى، وبديت ابين له بعض الامور هذه، وحتى احيانا يعني اذا جاء عندي حديث ولا عندي آية اجي اقراها عليه. التلفزيون في الصالة تقول أجي أحطه على قناة يعني مثلا القرآن ولا السنة. تقول حاولت قدر المستطاع أني أضيف بعض الإضافات الجميلة في البيت. تقول من ضمن الأشياء اللي أنا بعد بديت أسويها يعني قمت أطيب الجلال والسجادة وأفرش للبنات. شمي ريحة، شوفي السجادة الجديدة اللي شريتها، شمي ريحة الجلال. فماني بقولها صلي، لكن اجيبها بطريقه او باخرى مباشره. تقول الله فتح على الفاطمه هذه سبحان الله يا اخوان، فتح عظيم في طريقتها في اداره يعني هالموضوع هذا، صارت داعيه في بيتها. تقول اني بديت تعطيني الخالتي اذا راحت المكه مع ابو احمد وقعدت انا، قمت انا اطبخ للبنات، اطبخ للولد اللي في الثانوي هذا. بديت يعني اعيش على نفس الرتم هذا. زوجي كان يحبني حب شديد وانا وياه يعني متفاهمين، وزوجي الحمد لله اول واحد بدات يعني اخلق منه يعني انتظام في الصلاه، في على الاقل السنن الراتبه، في قراءه شيء من القران. تقول وانا هذا الاصل في المرأة، يعني انا ما جبت شيء جديد، هذا احنا اللي تربينا عليه شيء بنسويه. انا ما اعتبر نفسي منجزة. تقول الابو بدا سبحان الله يعني يحضر صلاة الفجر ويجي يصلي الضحى، وصار البيت يعني يقول تقول على فكرة ايضا صيام يوم عاشوراء وصيام عشر وصيام سبحان الله الست من شوال. بديت يعني اعطيهم فضل بالله. ما كانت الأمور هذه يعني سبحان الله ما كانوا حريصين أو غافلين عنها، لا ليس لعناد، لكن فيهم خير، العائلة فيها خير كبير، ولذلك على طول تجاوبوا معي. بدأ البيت يحفه الطمأنينة، والبنات ما شاء الله تبارك الله يعني ساهمت لحد صرت مصدر ثقة لهم. أي مشكلة تجي البنت تجي تقول لي يا فلانة أنا صاير لي كذا، يا أختي فاطمة كذا، وأعلمها باللي أنا أعرف عليه. طبعا أنا ما عندي وظيفة ولا شيء، أنا تراني خريجة ثانوية، لكني خريجة ثانوية تحفيظ، وهذه تربيتي مع والدي ومع والدتي ومع أخواني. يعني أنا حريصة جدا أني أنقل التجربة هذه للناس. الآن سبحان الله تقول أن الأبو ما شاء الله تبارك الله صار من الحافظين على الصلاة. البنات ما شاء الله تبارك الله صاروا حريصات على الصلاة، ويحضروا معي دروس في بعض المحاضرات. الأم ما شاء الله تبارك الله، الأم هي الأساس. لأني أنا أول ما بديت في الأم، حاولت أني أكسب رضاها وأكسب سبحان الله حنانها وعطفها، وصرت عندها في المطبخ، وصرت عندها في الأشياء اللي هي تحب، لكني ما أتدخل وأتجاهل. حتى لو أني أشوفها على غلط ولا تهاوش ولدها ولا شيء، ما أتدخل ولا أتكلم أي شيء. لكن إذا استشارتني كلمتها وأعطيتها اللي فيني. دخلت المطبخ ما دخلت أتلقف عليها ولا ناظرها، لا، أصير بعيد عنها واسولف انا وياها، حط لي كرسي واقعد. ثم اذا بغت مني شيء قلت انا اولت لها اول شيء الماعون، ثم قمت اقطع السلطه، ثم اغسل المواعين اللي في المجلة، الى ان وثقت فيني وسلمتني الطبخ. ولذلك دائما يقولون الصلاحيات تكتسب ما تعطى. ما تقولين تعال عطني الصلاحيه نفذها، لا، انت تكتسبها اكتساب بالذكاء، يسمونه شيء اسمه الذكاء العاطفي. هذه البنت اللي اسمها فاطمه استخدمت الذكاء العاطفي في العائله هذه. المهم ان ما بيطول عليكم، من بنتين من البنات تزوجوا، وفاطمه رزقها الله بولد، ودت الولد لابو زوجها وقالت سمه يا خالي، وسماه على اسمه، ورزقها الله بولد ثاني وسماه بعد. والبنت برضو سمتها ام احمد على اسم عندها. وتقول يا اخوان يعني القصه اللي تقولها، تقول ما تدري وش صرت انا محور العائله هذه. يعني ما يهرجون إلا بفاطمة، الله يجزاها خير، ويدعون لي، وإني غيرت تغيير كثير في حياتهم، وأنا والله ما سويت إلا الواجب. طبعا هي القصة هذه ما أقدر أقولها قصة بقدر ما هي إبداع هالمرأة هذه ومبادرتها في تغيير عائلة كان عندها نقص بسيط في بعض الأمور، وحسنت وخلتهم مبدعين في جوانب كثيرة. ولذلك يجب أن يكون كل واحد منا له يعني سبحان الله يد.
لا نتكلم عن فاطمة في عائلة، حتى الرجل لما يدخل عائلة جديدة برضه يكون له أثر فيها. لما الواحد يجي في عمله لا تجي ساكت. إذا شفت أحد متضايق، إذا شفت أحد عنده مثلا أزمة من زملائك ولا شيء، اجي اسمعه وتناقش أنت وياه وشوف إيش عنده، وحاول إنك تكون قدوة صالحة يعني. إذا كنت راعي طاعة لا تجي تامره بالصلاة مباشرة، لا، حاول إنك تكون قدوة يعني. مثلا أنت على الجهاز حقك الكمبيوتر ولا شيء، إذا جاء وقت الصلاة شغل الأذان بطريقة هادية جدا، وآية إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. تمر على أخويك إيش رأيك نروح نصلي نوسع صدورنا ونرجع. تتسنن جنبهم في مثلا صلاة الضحى ولا شيء. كل هالأشياء والحركات هذه هي دعوة مخفية. ربي بيعينك بإذن الله إن شاء الله وتحقق لك أهداف ما كنت تحلم فيها. أسأل الله العلي العظيم ينفع في هذه القصة يا أخوان. يعني رجائي للبنات اللي داخلين على زواج أو المتزوجات أنها تصبر، لأن الله أعطاها قوة احتمال في الصبر على أهلها وعلى أهل زوجها، وبإذن الله ربي بيحقق لها ما يريد. لأني أرجع وأقول هذا دين اللي بتقدمينه لأهل زوجك بيقدم لك خير ولا شر، والأصل أنك تكونين خير. فحاولي قدر المستطاع أن تخلين بيتك سعيد، وأن الله إن شاء الله بيوفقك على بقدر ما تعطين الناس من خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله ينفع في هالقصة، وشكرا لكم يا أخوان.